السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه المورال؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتسمعوا لا فيديو ديالي، معكم جالي جوجوشان. المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وحصري من القناه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقى البارطاج على نطاق واسع، لانه اليوم كيف وعدتكم غادي نهضروا على الموضوع ديال الكونترادات الايطاليه، وكيفاش وعلاش واشنو الانواع ديال هاد الكونترادات. هادشي كامل غنهضروا عليه اليوم ان شاء الله. نبداو على بركه الله بالعناوين ديال هاد الفيديو ديال اليوم، اللي هو غادي يكون فيه غنهضروا على القانون الجديد ديال ديكريتو فلوسي ديال الكونترادات، و 82700 فيزا اللي غتخرج ايطاليا ان شاء الله في 27 مارس 2023. وغنهضروا تاني على الفرق بين اسمنه ديال المطيشه في اوروبا واسمنه ديال المطيشه في المغرب، وغنهضروا على بزاف د الحوايج، علاش طلع الثمن ديالهم وعلاش كيرجع هادشي كامل ان شاء الله. واخر حاجه اللي غنهضروا عليها وهي البلان ديال اليوم، كيفاش ما نخافش من اللي جاي في حياتي. نبداو على بركه الله احبابي. كيف هضرت لكم احبابي شحال هذا، قلت لكم بان ايطاليا باذن الله غادا تعطي تخرج واحد 82700 فيزا اللي فيها بزاف ديال عقود العمل، وهذه كتقسم على بزاف الاجزاء نهضروا عليهم. عندنا 82700 غادا تقسم بالشكل التالي: 44000 فيزا ديال او عقد عمل غادي يكون خاص للخدمات الموسميه الفلاحيه، يعني الناس اللي باغيين يخدموا في الفلاحه. وهاد الناس هادو غادي يكون عندهم بيرميسو. البيرميسو هو الوراق، غيداروا ليه الوراق بالمده ديال 6 شهور غير قابله للتجديد. اش تيعني هذا؟ تيعني انك غتجي تخدم في الفلاحه 6 شهور، تكمل 6 شهور غيقولوا لك السلام عليكم، خصك ترجع لبلادك. ولكن هذا تيبقى يعطيك الفرصه باش مره اخرى تاني تخدم في الفلاحه في اي دوله اخرى او في ايطاليا نيت، ملي يحتاجوا تاني تدفع وغيقبلوك، حيتاش انت ديجا عندك تجربه وجيتي خدمتي ومشيتي واحترمتي الشروط ديال هذاك البيرميسو او الوريقات اللي كنهضروا عليهم. حد هنا واضح. نمشيو كاينه واحد 30105 ديال عقود العمل اللي غادا تكون البيرميسو ديالها فيه سنه فما فوق، قابله للتجديد على حساب اشنو الخدمه اللي تيدير هذاك السيد او السيده اللي غاديين يجيو. مثلا كاين عندنا البلومبي، كاين عندنا الصدور، كاين عندنا الميكانيك، كاين عندنا الشوافريه ديال ديال الكاميوات، الشوافريه ديال الكيران. بزاف 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 ديال المجالات اللي طالبين الناس يخدموا فيهم. هاد الناس هادو ملي غيجيو غيعطيهم بيرميسو في عام قابل للتجديد، وها هنا هذيك قابل للتجديد كترجع للشركه اللي غادا تجيبك وغتخدمك. عجبتيهم غيجدوا معاك وغادي تبقى هنايا وتستقر. وراه عارفين بنادم ملي كيبدا خدام هذا كيولي عنده الحق في بزاف د الحوايج، يدير الاقامه، يستافد من بزاف د الحوايج هنايا في ايطاليا. لهذا ان شاء الله كنتمناو يكون خير. وكاين 705 ديال عقود العمل اللي غادا تكون ستاجيونالي، يعني غير موسميه حتى هي. ولكن هنا شكون كيتدخل في هذيك الموسميه؟ ما عندها حتى علاقه بالفلاحه، عندها علاقه بمجالات اخرين ديال الخدمه. مثلا كاين واحد الشونتي ديال واحد الشركه غادا تحطو غيخدم مثلا عام في هذه البلاصه، حنايا غنجيبو هذوك البنايه من المغرب، ياك غنسنيو معاهم هاد الكونطرا فيها قدا وقدا. وهاد العقود العمل المده ديالتهم او الشكل ديالهم القانوني بالنسبه للوراق كتحكم فيه هذيك الشركه اللي غتخدم معاها واللي غتجيبك. حتى لهنا كنتمنى تكون الامور واضحه، وراها واضحه. بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو لايطاليا، كيف ما كان الحال، سواء بغيتي تجيب كونطرا، سواء كتعرف شي واحد باغي يجيبك هنا، سواء طحتي على هاد الناس اللي غادي تجي باش تخدم هنا عن طريق العمل، خصك اخويا واختي تكونوا ديجا كتعرفوا. سمحوا لي على انا كنحاول ندرج ما امكن. بغيتكم تقراو اللغه، اللي ما عندوش اللغه غادي يتكرفس فاش يجي لايطاليا او اوروبا بصفه عامه. اي دوله بغيتي تمشي ليها قرا اللغه ديالها، حيت دابا ولاو تيقول لك حتى هذاك نواغ، لا بغيتي تجي تخدم نوار كما تنقولوا، تخدم بلا اوراق بلا والو يخدموك، غتخدم. ولكن ما غيكونش عندك صالير زوين، ما غتقدر تستافد من حتى شي حاجه بالنسبه لوراقك من هنا لقدام، ما غتقدر تكري، ما غتقدر دير حتى شي حاجه، وتا الصالير غيكون او الاجره غتكون جد متواضعه.
لهذا خواتاتي قراو مزيان اللغه، على الاقل خذوا غير المفاهيم الاوليه باش تقدروا تتعاملوا. السلام اش كدير، اش كنقرا، باغي هنا غنمشي هنا، غندخل غنخرج، عارف الاسماء ديال شي حوايج. هذه بطبيعه الحال مع الاحتكاك ملي غتجي هنايا راه غتعلم بزاف د الحوايج اخرين باذن الله. وتقدر هنا ملي تجي تسجل في المدارس كاينين هنا عطاهم الله، تدخل تقرا عندك ساعتين في النهار تعلم اللغه، ساعتين في النهار ولا عندك 3 الحصص في الاسبوع تكون كافيه باش انك تاخذ اللغه ديال هاد الدوله هذه من جهه. من جهه اخرى الناس دابا كيسولوا تيقول لك فين غنعرفوا حنا الكونطرات، من غنجيبهم، كيفاش نقلبوا عليهم. ايطاليا او الرئيسه اللي ولات دابا في ايطاليا ميلاني قالت بانه الاولويه غتعطى للناس اللي هنا والوضعيه ديالهم ما مسويينهاش. يعني الناس اللي كاينين هنا ديجا في ايطاليا، سواء طالياني ما خدامش شوماج غيكون عنده الاسبقيه باش يخدم، ومغربي او اجنبي سترانييري كما تيقولوا هما اجنبي من اي دوله بغى يكون والوضعيه ديالهم مسوياش قانونيا، غيسولي الوضعيه ديالته وغيدخل يخدم. عاد غيشوفوا الكونطرات اللي غتجي من برا، يعني الناس اللي غيجيو بالكونطرا من المغرب، من تونس، من الجزائر، من اي دوله اخرى. مهم انا كنعطيكم على سبيل المثال فين غنقلبوا فين غنمشيو. حنا كنعرفوا في المغرب انه كاين في كازا، الناس ديال كازا اللي غيسمعوني دابا يعرفوني علاش تنهضر. كاين عندنا تي ال اس كاينه في شارع عبد المؤمن حدا لا سيمار، وكاين عندنا حسن السكتاني اللي فيه الكونسولا ديال الطاليان. هادوك البيروات اللي تما لي سيبر، البيروات اللي حدا القنصليات، هادوك الناس اللي كيديروا الترجمه، هادوك اللي كيكونوا حاطين باراسولات وهذا كيجيو حداهم تما كيكونوا عارفين بزاف الناس اللي كيجيبوا الكونطرادات من هذا النوع هذا باش كيبيعوهم يتعاملوا بهم مع الناس. اذا انا باغي نجي لايطاليا ما عرفتش كيفاش، خصني نمشي لهاد البلايص هادو نسول على راسي، واللي سول غيلقى. غير هو ردوا بالكم اخوتي، الحذر ثم الحذر ثم الحذر من النصب والاحتيال، حيت الناس ملي سمعوا هاد 27 شهر في مارس 2023 غيخرجوا هاد الكونطرات، بنادم غيبدا يتلاعب، غيبغي ينصب، غيطمع. وبطبيعه الحال حنا عارفين يعني هاد الشيء اللي كاين هذا هو كي قال هذاك بنادم تيبغي ياكل طالع او نازل غيبغي ياكل. مهم ردوا بالكم من النصب والاحتيال. لقيتي شي حد غيعطيك كونطرا ولا غيجيب لك كونطرا، ما تعطيش فلوس كامله في دقه واحده، عطيه شويه وتسنى يتقادوا لك ورقاتك وتكمل وتشدهم في يديك، عاد كمل له الجزء اللي باقي ليه ديال الفلوس. وبالنسبه للناس اللي تيقول لك حنا عندنا فلان علان كنعرفوا مثلا على برا ولا كاين تما في ايطاليا وما دار معنا والو، ما بغى يدخل لنا في كونطرا والو، خوتي هنا الالتزامات في الحياه اليوميه ديال اي مواطن مغربي مهاجر وخدام ريغولا كما تنقولوا قانونيا في ايطاليا. راه خصكم تعرفوا انه الخدمه في ايطاليا راه ماشي بحال الخدمه في المغرب، راه التزامات كبيره بزاف، والانسان يلاه مدار مع وليداته ومع الزمان ومع بزاف د الحوايج. لهذا ما نلومو حتى شي حد. هنا في الغربه خاصك تعرف كاينين خوت ما كيعقلوش على خوتهم، فما بالك انت تقدر تحط اللومه على ولد خالك، ولد عمك، راجل اختك، مرت خوك، شي حاجه بحال هكايا. لهذا خوتي حتى واحد ما يتقلق، واللي بغى شي حاجه راه كيسعى لها وكيقلب عليها وربي تيوفق. يعني السعي ثم السعي ثم السعي وربي غادي يسهل ويحل البيبان. سيروا لهاد البلايص، سولوا بزاف بزاف، سولوا واحد وجوج وثلاثه وتاكدوا لما تعطيو فلوسكم وتاكدوا فين باغيين تجيو. واللي باغي يجي كي كنوصي في الاول وفي الاخر اللغه ثم اللغه ثم اللغه، لانه غتنفعك بزاف. حيت واخا تجي عندك ديبلوم مثلا نعطيك عندك بيرمي كتسوق شيفور واعر ديال الكاميون في المغرب، وعندك ليكسبيريونس تجربه وعندك كذا وعندك كذا، ولكن هنا ملي تجي واخا يشدو ويعرف السي في ديالك ولكن انت ما كتعرفش تهضر، اشنو غادي يخدمك يدير بك؟ هادشي اللي تيقول الطالياني، تيقول لك انا هو كومبيتون، يعني قادر ومسؤول وقادر يدير ويدير، ولكن كيفاش غنتعامل معاه، كيفاش غيهضر معايا، كيفاش غنتجاوب انا وياه، وقع لي شي مشكل، فهمتيني؟ لهذا خوتي تعلموا اللغه ما فيها باس، واخا غير كما تنقولوا لي نوسيون دو باز، المفاهيم الاوليه ديال اللغه ناخذوهم. كنتمنى نكون شفيت الغليل ديالكم وجاوبت على الاسئله ديالكم كامله اللي توصلت بها في واتساب. وبهذا غنسدوا هذه القضيه ديال الكونترات وغندوزو الموضوع ديال غلاء المعيشه اللي هضرنا عليه. وسورتو هاد الايام ديغنيغمون او مؤخرا هذا الشيء هضرنا عليه اللي هو الاثمنه ديال المطيشه.
مطيشه كيف غاليه تما في المغرب غاليه في اوروبا، ربما ماشي بحال نفس الشكل باش غاليه في المغرب، ولكن راه كاينين مواد اخرى. والله اخوتي انا دابا كنت في المغرب، هبطت في شهر 8 وما طلعت لايطاليا حتى الاخر ديال شهر واحد. لقيت واحد التغيير كبير في الاثمنه ديال بزاف الحوايج في ستاندات او في الاسواق الكبرى اللي كنتقداو منهم، لدرجه انه كاينين شي حوايج هنا غلاو بواحد الشكل خايب بالمقارنه مع المغرب. ولكن اشنو اللي تيخلي المشكل مطروح؟ وهو القدره الشرائيه ديال المواطن او الاجره اللي كياخذها المواطن العادي. هنايا في ايطاليا كاين الاجره طالعه، يعني كتقدر تكوفري تغطي شويه على هاك وهاك هاك، واخا كتزاد الثمن ديال الحاجه. مي في المغرب لا، الاجره هي الدخل المحدود جد متواضع، وحنا كنعرفوا هذا الشيء وحنا مغاربه. والله يحل هاد العقده هذه ويفك دقت كل من هو مسلم يا ربي. وبالنسبه للغلاء ديال مطيشه او الخضر بصفه عامه، فان المغرب هو رافع من القيمه ديال المبيعات ديالته ب 749 مليون يورو، يعني زاد من الحجم ديال الصادرات ديال الطماطم للاتحاد الاوروبي بواحد النسبه 17.8% خلال 2021 و 2022. مع انه الانتاج الوطني ديالنا ديال المطيشه في العام كيوصل 1,231,570 طن ديال المطيشه. يعني في الوقت اللي خاص حنا ما يكونش عندنا خصاص نسبقوا البلاد عند نشوفوا اوروبا، ولكن بما انه الايرادات ديال الاورو طالعه والمغرب كيستافد منها باش يسد بها بلايص اخرين، فانه رفع من الصادرات ديالو. ولكن هذا ما غاديش يبقى ديما، وبطبيعه الحال كما تنقولوا في التخلي التجلي، الحاجه اللي غلات عليك خليها، غادا ترخص وغيعودوا هما يقلبوا على من يشري هذيك مطيشه. مادام نتوما بنادم تيقلب عليها وباغي يشري وباغي يدير، راه ما كايناش في رمضان باذن الله يوصلنا ليه لا فاقدين ولا مفقودين، راه ما كاينش غير الحريره، راه عطا الله الشروبات اللي ممكن نديروهم وبنان ولداد وبحوايج اخرين وبساط باذن الله. مع انه رمضان للطاعات، الله يوفقنا يا ربي، وماشي للموائد الرمضانيه. هذا من جهه اخرى. نجيو للبلان ديال اليوم احبابي، كيفاش ما نخافش من اللي جاي في حياتي. تو سامبلومون او بكل بساطه اننا نفوضوا الامر كله لله. شتي مادام انت شادها من تقالت، ومادام انت تتقلب على الحوايج، مثلا واحد الحاجه ما وفقكش فيها الله، هذا ما تيعنيش انها نهايه العالم. ما وفقكش فيها الله ما فيهاش خير لك، ولكن انت تقول ما توفقتش فيها غنعاود ندخل لها من جهه اخرى، ندور من جهه اخرى ندخل لها. عرف بانك تتحايل، هذا تحايل، ومع من كتحايل مع الله. ولا حيلة مع الله فهو يعلم ما توسوس به الانفس. لهذا احبابي كنقول لكم باذن الله الانسان يفوض امره كله لله، وما يكونش عنده واحد الخلفيه ديال يقنط من الدنيا. وعرف بانه الرزق ديالك لا مكتاب لك في شي حاجه واخا تولي تسوى مليون، مكتاب لك تصرف عليها تاكلها، غتاكلها وغتصرف عليها، ولكن ما تسولش على الطريقه كيفاش، لان ربك كريم وهو اللي يسخر لك حتى الشياطين اللي عندهم الرزق ديالك يجيبوه لك تلبين يديك. لهذا اطمئن اخي اختي من هذا المنبر هذا، كنصيفط لكم طاقه ايجابيه كبيره. كنتمنى الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم وشفى الغليل ديالكم من ناحيه بزاف الاسئله، واكيد اكيد اكيد فيما غنعرف شي جديد من هنايا لقدام غندلوح لكم دي فيديو بحال هادو باش تعرفوا ان شاء الله اي جديد. وغنهضروا مازال على بزاف المفاهيم في اللغه الايطاليه، وغنهضروا على بزاف الحوايج القانونيين ان شاء الله. نحاول ندير الماكسيموم ديالي او الجهد ديالي كله باش نعطيكم المعلومات الكافيه. وفيما غنعرف شي حاجه جديده في هذا المجال ديال الكونترات او الفيزات اللي غيتمنحوا ان شاء الله من هنا لشهر 3، كونوا على يقين احبابي ما غنبخل عليكم.